زي ما انا وانت عارفين، فالبنك المركزي وقف من كام يوم امكانيه الشراء بالدولار او اي عمله اجنبيه باستخدام الكروت المدفوعه مسبقا او البري باي. الموضوع ده طبعا هيأثر على اي حد بيشتغل على السوشيال ميديا او اعلانات جوجل او حتى لو بتشتري كورسات اونلاين. بس المشكله الاكبر انك حتى لو ما بتشتريش وعايز بس تربط كارتك بباي بال عشان تسحب فلوسك فمش هتقدر، عشان انت هتحتاج تحول 3 دولار لباي بال عشان ربط الكارت والتحقق. هم بيتردوا لك، بس باي بال اصلا مش هيعرف يسحبهم عشان يفعل الكارت. طب ايه هو الوضع هيفضل كده على طول؟ بص، في خبر نزلته جريدة الشروق بيقول ان البنوك شغالة على كروت جديدة مخصوصة للناس اللي شغلها اغلبه اونلاين وبيحتاجوا عملة صعبة. الكروت دي هتبقى مربوطة بحسابات بنكية مش بريبيد او مسبقة الدفع زي يلا والحاجات دي، بس ما كانش في تفاصيل اكتر في الموضوع. فالحل الوحيد دلوقتي علشان تعدي المرحلة دي هي كروت يلا، عشان دي كروت الوحيده لغايه وقت تصوير الحلقه ده اللي لسه ممكن تعمل بيها مشتريات بالدولار من غير ما يكون عندك حساب في البنك، وممكن تربطها عادي بباي بال. فالنهارده انا همشي معاك خطوه خطوه عشان اقول لك ازاي تطلع كارت يلا وازاي تربطه بباي بال. وانا مصطفى يسري لو ما تعرفنيش من عرب هاردوير. اول خطوه هتعملها انك تقدم عشان تطلع كارت يلا. هم ليهم تطبيق على جوجل بلاي اسمه يلا سوبر اب. النصيحه مني مالكش دعوه بيه، عشان لو انت طلبت الكارت عن طريقهم ما هياخد على الاقل اسبوع عشان يوصل، والاسبوع ده الوقت اللي هم قايلينه على الاب، بس هو في الحقيقه ممكن ياخد وقت اكتر من كده. فالحل الثاني وده اللي بنصحك بيه هو انك تمشي رجلك لاقرب مكتب بريد جنبك وتجيب الكارت بنفسك. بس قبل ما تروح كلم خدمه العملاء بتاعه البريد المصري على 16 7 8 9 عشان تعرف الكارت ده موجود في انهي فرع، لان الكارت يعتبر خلصان من فروع كتير. واكد عليهم انك بتسال على كارت يلا مش ايزي باي، عشان ايزي باي مش هيفيدك بحاجه في الموقف. بعد ما تاخد الكارت وانت لسه في مكتب البريد اطلع على الاي تي ام اللي بره وحط الكارت وحط البن او الرقم السري. بعد كده هتربط الكارت على التطبيق بتاعهم اللي هو يلا سوبر اب. هتنزل الاب وهتختار الدوله واللغه وهتدخل رقم موبايلك وتعمل البن. بعد كده الاب هيشتغل معاك عادي. هو سوبر اب فهتلاقي حاجات كتير ممكن تعملها، بس سيبك منها وروح على التاب بتاعه الوالت علشان تربط الكارت بالاب. في ظهر الكارت هتلاقي QR كود هتعمل له سكان بالكاميرا من هنا، وبعد كده الكارت هيبقى اتربط بالتطبيق. وفي ناس اعرفهم واجهوا مشكله في QR كود، فالحل هنا انك تكلم خدمه العملاء وهم هيحلوا لك الموضوع. ونيجي بقى لاهم خطوه، ازاي تربط كارت يلا بباي بال. ثانيه اجيب اللاب. انت تقدر تعمل الموضوع بالموبايل عادي، بس احنا هنعمله باللابتوب عشان يبقى اسهل ونوريكم بنعمل ايه. طيب اول حاجه هتخش على موقع باي بال زي ما انت شايف كده paypal.com عادي جدا. بعد كده هتدوس لوجن. هتحتاج تعمل لوجن بس بالاكونت بتاعك. بعد ما بيفتح الموقع كل اللي انت هتحتاج تعمله ان انت هتدوس على لينك كارد اور ا بانك، هتدوس عليها. بعد كده هتدوس لينك كريدت كارد لان انت طبعا هنا مش مربوط بحساب بنكي. هنا هتدخل البيانات بتاعه الكارت بتاعك. بعد كده بتختار الكارد تايب. طبعا كروت يلا كلها فيزا، فاحنا الكارد تايب بتاعنا فيزا وعلشان كده هي متفعله على باي بال. بعد كده هتدخل الاكسبيريشن ديت، ده بيكون مكتوب هنا اللي هو اهو. بعد كده السكيورتي كود اللي هم الثلاث ارقام اللي بيكونوا موجودين في الظهر هتلاقيهم موجودين تحت خالص، والبيلنج ادرس بتاعك. بعد كده بتدوس لينك كارد. هو هنا قال يو لينكد يور فيزا بريبيد كذا كذا كذا، فخلاص كده تمام. بتدوس دن. بعد ما بتملى بيانات الكارت زي ما انت شفته من شويه كده، بعد كده بتدوس على كونفيرم او دن، بيحولك على الصفحه دي. الصفحه فيها مربع اصفر زي ما انت شايف كده. المربع الاصفر ده فيما معناه بيقول لك ان انت تشيك الستيتمنت او كارد ستيتمنت بتاعك، علشان في كود جالك على رساله SMS. المفروض الكود ده هو اللي بتحطه لما بتدوس على انتر ذا كود تو كونفيرم يور كارد. الكود ده المفروض ان هو يا اما بيجي لك على الابلكيشن يا اما بيجي لك في رساله SMS، يا اما وده بالنسبه للاغلب ان هو مش بيجي لهم اصلا وبيضطروا ان هم يكلموا خدمه العملاء على الرقم اللي قلت لك عليه في اول الحلقه علشان يقولوا لهم هم الكود. بس في حالتنا احنا الحمد لله الكود جالنا دلوقتي زي ما انت شايف كده. كود من ايجيبت بوست، رساله بتقول لك ان تم خصم 1.5 يورو من باي بال ومعاها كود معين من 4 ارقام. الكود ده دلوقتي احنا هنروح هنا هندوس على انتر ذا كود تو كونفيرم يور كارد وهنشوف الكود اللي جالنا هنا. ده الكود اللي جالنا بيقول لنا اهو ان احنا خصمنا 1.5 يورو وهيرجعوا تاني. دوسنا على كونفيرم كده. الكارت زي ما انت شايف بيقول لك ان البريبيد كارد هاز بين كونفيرمد، فتدوس دن. وكده انت تقدر ان انت تسحب اي حاجه انت عايزها من باي بال او تسحب اي فلوس عندك على باي بال على كارت يلا بعد ما انت فعلته بالشكل ده. بعد ما تكون فعلت الكارت بالشكل ده زي ما انت شايف الجزء الاصفر اتشال خلاص. الكارت ده بقى متفعل على باي بال، تقدر تعمل بيه المشتريات بتاعتك. تقدر لو تحول لك فلوس على اكونت باي بال تسحبها من خلال الكارت بتاع يلا اللي انت ربطته خلاص على باي بال. بس الحاجه الوحيده اللي هقول لك عليها بس ان ال1.5 يورو اللي انت تسحبوا منك دول مش هيرجعوا لك كاملين عشان هيتخصم منهم 10%. فبس دول ما فيهمش مشكله، يعني التضحيه بيهم تستاهل لان انت هتقدر تسحب اي فلوس من باي بال. هتقدر تفريلانس لو عايز تشتغل اونلاين، هتقدر ان انت تعمل ايا كان اللي انت عايزه. وبس انت كده ربطت كارت يلا بباي بال. ده كان كل الموضوع.
لو في اي اسئله عندك في الموضوع قول لي تحت في الكومنتس، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وفوتني بعد.